السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. ما زال التعادل بطعم الخسارة، والذي انتهت به المباراة الأولى للفريق الوطني الجزائري ضد ناظره أنغولا يؤثر استياء الجزائريين، خاصة وأن المنتخب الخصم من أضعف المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. وأجمع الجزائريون على لقطة واحدة تسبب فيها لاعب جزائري، ويمكن أن تكون السبب الأول في خروجنا من الدور الأول. الشوط الأول قدم فيه أشبال بالماضي مباراة قوية جدا ورائعة، ولكن وفي الشوط الثاني وبعدما ارتكب اللاعب نبيل بنطالة خطأ فادح تسبب في تعادلنا، كما وتسبب أيضا في إحباط اللاعبين، والذين تذكروا سيناريو كأس إفريقيا في الكاميرون بعدما تعادلوا في المباراة الأولى مع منتخب سيراليون، أين تراجع أداءهم كثيرا ولم يستطيعوا حتى تسجيل هدف آخر، وانتهت هذه المباراة بتعادل.